النهارده احنا في ايفنت اي في اس لوسائل التنقل الكهربائيه في مصر في قاعه المؤتمرات في التجمع الخامس، وجايبين لكم ارخص عربيه كهرباء في مصر. تعالوا ما نشوف حكايتها، يلا. تعالى تعال. استاذ فيلو، حابين بس نعرف تفاصيل عن ارخص عربيه في مصر. اتكلمنا عنها. العربيه دي اسمها ايه اولا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. العربيه دي هاي باو، دي عربيه صيني احنا توكيلها هنا في مصر، هننزل بيها في مصر، مكانها في مصر الجديده. تمام. العربيه دي موتورها 1500 واط، بينزل منها موتور 3000 واط. تمام. الموتور العربيه دي بتمشي 120 كيلو في الشحنه. تمام. بتمشي سرعه 60 ماكسيمم 60. تمام. هي للاسف العربيه دي حاليا مش بتترخص، بس احنا بنجري ان احنا في الاوراق والحاجات ان احنا يعني نرخصها. تنفع لمدينه سياحيه او قريه سياحيه او كده؟ قريه سياحيه جوه الجونه، جوه الساحل، كومباوند كبير شويه، عايز تروح تجيب حاجه من السوبر ماركت، يعتبر قريبه شويه للجولف كار. تمام. دي بطاريات ليك اسيد. تمام. بس ممكن نتفرج على العربيه مع بعض لو حاجه. تمام. الضمان بتاعها قد ايه؟ الضمان بتاعها سنتين. سنتين. نخش العربيه، معانا طاره، عداد ديجيتال، في شاشه اندرويد في العربيه، كامله متكامله بلوتوث، فيها سماعات. هي بس للاسف النسخه دي بتنزل من غير تكييف، النسخه اللي جنبها بتنزل بتكييف. تمام. بس دي موتورها 1500 واط. النسخه الثانيه بتبقى 3000 واط. تمشي مدى قد ايه؟ تمشي مدى 120 كيلو. دي عربيه اسمها هاي باو. هاي باو. تمام. دي كاتيجوري اعلى من الثانيه اللي كاتيجوري اعلى من الثانيه بالظبط كده. دي مواصفات بطاريتها ايه؟ دي 3000 واط، بتمشي 120 كيلو، ماكسيمم سبيد 60 برضو. فيها تكييف. تمام. فيها شاشه ديجيتال تاتش، ده كان انالوج مش تاتش. تمام. وفيها الطاره بتاعتها وتكييف. تمام. ضمان قد ايه؟ ضمان برضو من سنتين ل3 سنين. تمام. طب سعرها كام؟ دي 450,000 اللي هو كاتيجوري 3000 واط، وال1000 ونص واط اللي احنا كنا لسه عندها من شويه دي تمام. سعرها 350,000. نخش دلوقتي العربيه، البيبان، الشبابيك كهرباء. هنخش على الطاره مالتي، عداد ديجيتال، انتظار، مساحات، عندنا تكييف، بكره التكييف والفتيس، عندنا الهاند بريك جنب كرسي السواق. بس يعني دي مواصفات العربيه. الشاشه اندرويد بالكامل، وفي لايتس ومرايه الخلفيه، وبيجي معاها الشاحن بتاعها. اشكرك جدا يا استاذ فيلو. العفو عليك. شرفت جدا 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 بحضرتك، ربنا يخليك. ميرسي جدا لذوقك.